بيبدأ فيلمنا بتاع النهاردة ببنت اسمها سام، وكانت بتلعب مع صديقتها هيزل، وكانوا بيصوروا فيديو سام بترقص وبتغني. فهيزل بتقول لها قد ايه حظها وحش لان كل حاجة بتبوظ معاها وهي بتتحرك. وبنعرف ان هم في ملجأ وهم قاعدين مع بعض في الأوضة، بتدخل موظفة في الملجأ وبتقول لسام ان خلاص هي هتكمل 18 سنة وان من النهاردة هيكون ليها بيت خاص بيها. فسام بتزعل على زعل هيزل وبتطلب منهم انهم يسيبوها يومين كمان لحد ما هيزل تنضم الأسرة، لكن الموظفة مش بتوافق وبتقول لها تبقى تيجي في أيام الزيارة المخصصة علشان تشوف هيزل. وفعلا بتودع صديقتها هيزل وبتمشي وهي في العربية بيكون معاها الصندوق اللي فيه كل الأوراق المتعلقة بيها، وبتفتكر ذكرياتها من زمان. وبيوصلوا لبيتها الجديد، وأول ما بتنزل من العربية المفتاح بتاع البيت بيقع منها في البلاعة، فالموظفة بتعلق لها المفتاح التاني على شنطتها اللي كانت معاها احتياطي، وبتقول لها تحافظ عليه وإنها لقت لها شغلانة في سوبر ماركت وهتبدأ الشغل فيه من بكرة. وبتدخل البيت وفعلا بتنام، وفي تاني يوم الصبح بتصحى على عامل النظافة وهو بيدخل أوراق الشجر على أوضتها، فبسرعة بتحاول تقفل الشبابيك، فبتلاقي نفسها متأخرة وبتقوم بسرعة علشان تاخد دش وتفطر، لكن حظها الوحش مش بيساعدها، وأول ما بتدخل الحمام الباب بيقفل عليها من بره، فبتحاول إنها تفتحه من الفتحة بتاعة الباب. حتى السندوتش مسلمش من حظها وكان بيقع منها. المهم أخيرا بتطلع من البيت، لكن بره بتلاقي فردة العجلة نايمة، فهي بتحاول تعالج الموقف وبتنفخها وبتجري بيها على الشغل. واول ما بتوصل الشغل بتكون مهمتها انها ترتب الحاجات في مكانها، لكن طبعا حظها مش بيسيبها، فبتبدأ توقع كل حاجة وبهدلت الدنيا. فالمدير مش بيزعل وبيقول لها عادي، في الاول همسكك شغلانة سهلة وانك ترتبي عربيات التسوق، واظن دي شغلانة تقدري تعمليها. وعدى اسبوع وبتروح سام لهيزل الملجأ علشان تشوف لو في عيلة تبنتها ولا لا، لكن بتلاقي ان العيلة رفضتها، فبتروح لهيزل اللي بتكون زعلانة ويأسة ان ممكن اي حد يتبناها. لكن سام بتحاول تخفف عنها وبتقول لها ان شاء الله في عيلة هتيجي تتبناكي وحظك مش هيبقى زيي. وبعد ما بتخلص في الملجأ بتروح تقعد على الرصيف وبتجيب اكل وتقعد تاكله وهي زعلانة. وهي قاعدة زعلانة بتشوف قطة الناس عمالة تبعدها عنهم، والقط ده بيكون جعان، فبتحط له جزء من السندوتش اللي معاها، فبيقرب القط وبياكل منه، وبتحكي له انها زعلانة وان حظها وحش وانها بتتمنى ان حظها يبقى حلو علشان تقدر تساعد هيزل، وهيزل تلاقي أسرة تتبناها وتعيش في وسطهم وما تبقاش طول عمرها لوحدها زيي. وهي بتتكلم القط بيجري، فبتقوم علشان تمشي، فبتلاقي في عملة معدنية على الأرض، فبتاخدها وبتمشي. وفي تاني يوم سام بتصحى من النوم بتلاقي ان كل حاجة بتعملها بتظبط معاها وان حظها حلو على غير العادة، فشكت ان القرش اللي معاها هو قرش الحظ، فبدأت تعمل اختبار بسندوتش المربى بتاعها، وكل مرة ترفع سندوتش المربى يقع مظبوط في الطبق، فاتأكدت ان معاها قرش الحظ، وكانت فرحانة جدا لانها تقدر تساعد صاحبتها هيزل. فبتعمل مكالمة وبتتصل بالملجأ علشان تزور صاحبتها هيزل لان عندها ليها مفاجأة. وبتوصل سام الشغل والحظ بيكون حلو، وبتعمل شغلها بدقة ومهارة عالية بكل سهولة، ومفيش في شغلها غلطة، لدرجة ان المدير كان منبهر جدا بيها ومش مصدق نفسه، وبيشجعها بكلمات تحفيزية وبيشكرها. وبتدخل الحمام وهي في الحمام القرش بينط منها بالغلط في الحمام، فبتحاول تجيبه بحرص لكن ايديها بتيجي بالغلط على الجهاز بتاع المية، والمية بتنزل القرش وبكده يكون ضاع. فبتروح سام تاني لنفس المكان اللي قابلت فيه القط وهي زعلانة على انها فقدت قرش الحظ بتاعها، فبتلاقي القط تاني وهو بيدور على حاجة في الارض، فبتبدأ تحكي له عن اللي حصل معاها وانها ضيعت القرش. فالقط بيتكلم وبيتخانق معاها وبيقول لها ازاي ضيعتيه، ففجأة بتبص على السلسلة اللي في رقبته وبتلاقيه ان معاه قرش تاني، فبتطلب منه قرش تاني علشان تقدر تساعد صاحبتها هيزل، لكن القط بيجري منها وهي بتجري وراه لحد ما بتوصل لمكان بتشوف فيه القط وانه بيفتح باب وبينط فيه، فبتروح تنط وراه وبتتنقل لعالم تاني، وبيتفاجئ انها جت وراه وبيقول لها انت مش لازم تبقي هنا وده خطر عليكي، فبتقول له انها مش عايزة غير قرش الحظ وهي هتمشي على طول، فبيقول لها انهم على ارض الحظ وان ممنوع دخول البشر هنا وده خطر عليكي، فبتقول له انها تمشي بس بشرط انها تاخد قرش حظ تاني، فبيقول لها ان ارض الحظ شرط الدخول والخروج منها قرش الحظ اللي وقع منه بالغلط وهي ضيعته، وانه مش عارف هيدخل ازاي دلوقتي. وبعدين بيجي كائن من الجن اللي في ارض الحظ وبتستخبى، وبتعرف منهم ان في مستودع لقروش الحظ دي، فلما بيمشوا بتقول للقط انها عايزة تدخل المستودع ده وتاخد قرش واحد بس، فبيقول لها ان مش معانا قرش اصلا علشان ندخل، فبتحاول تقنعه ان الزرار اللي في شنطتها فيه شبه من القرش بتاعهم فممكن ياخدوه بدل القرش مؤقتا وبيدخلوا بيه، فبيقول لها مش هينفع ولو اكتشفوا ان ضيعت القرش هتعاقب، فبتقول له ان محدش هيعرف وهتبقى ترجعه بعد ما تساعد
صديقتها ومش هيشوف وشها تاني، فبيوافق بعد تفكير كتير قوي انه يساعدها. فبتروح مع القط بوب علشان يساعدها للدخول، فبيلبسها لبس جنيات المدينة وان محدش هيشك فيها كده. فالجنيات الصغيرة بيشوفوها، فبوب بيقول لهم ان في جنيات كبيرة وفي جنيات صغيرة وهي من الجنيات الكبيرة. فبياخدها بوب وبتنبهر بالمدينة وجمالها. وبعدين بيروحوا لصاحبه جيري الجني علشان تروح مع الفريق اللي بينظف القروش، لان ممنوع القطط تدخل، فبتحاول تاخد منهم قرش من غير ما حد يحس، لكن كالعادة بتفشل بسبب حظها السيء. فبيقول لها انها لازم تمشي من الارض دي بسرعة. فبتحكي لجيري وبتعترف له انها محتاجة قرش الحظ بسرعة، وبوب بيحاول يمنعها لكن هي بتعترف له بقصتها وبيقرر انه يساعدها. وجيري بيعرفها ان اللي بيضيع القرش بتاعه بيتنفي لارض الحظ السيء. فبتنبهر سام ان في ارض للحظ السيء وارض للحظ الجيد، وبتعرف ان ارض الحظ السيء تحتهم. فبعد ما بتيجي الكابتن اللي بتحقق في اللي حصل في المستودع، بتيجي في دماغ جيري فكرة، وان زمان لما كان في قروش بتتوه في المدينة البشر كانوا بيستخدموا ارنب وكان بيدور عليه وبيلاقيه، لكن الارانب دي ما بقتش موجودة، وعلشان يستخدموها لازم يجيبوا بلورة من الحظ الجيد علشان يقدروا يشغلوه. فبيبدأ يقسمهم، بيقول لهم جيري ان هو هيروح يشوف لهم الارنب وبيجيب لهم الارنب، وهم بيروحوا للمكان اللي بيشغلوا منه آلية الارنب، وان كمان اللي هيقدر يجيب البلورة هي سام علشان هي طويلة. فاول حاجة بيروحوا المكان اللي هيعرفوا يجيبوا منه البلورة، والمديرة بتبقى بتشم الحظ السيء من على بعد، لكن هي بتتأكد ان مفيش اي حظوظ سيئة حواليهم. فبيبدأوا انهم يصنعوا البلورات. فسام بمساعدة بوب بيقدروا ان هم يجيبوا بلورة ويسرقوها. وسام بتقول لبوب ان ممكن تاخد البلورة بتاعت الحظ الجيد دي وتمشي بيها، لكن هو بيقول لها ان البلورة دي بتدي الحظ بطريقة عشوائية، فممكن ان انت ما تاخديش منها حظ اصلا. وفي الوقت ده بيكون جيري خلاص وصل للارنب الآلي اللي هم بيستخدموه، وبوب بيكون موجود في المستودع اللي هيشغلوا بيه الارنب، وبيطلب منها انها ما تدخلش عشان ما حدش ياخد باله. لكن لما الارانب بيعرفوا ان بوب موجود بينهم، سام بتحاول تنقذه وبتبدأ تغني لهم اغنية وبيتشغلوا معاها. وفعلا الارنب بيكون وصل للقروش وخلاص راجع، لكن بيقع في سلة المهملات الآلية. فجيري بيطلب من بوب انه يروح بسرعة ينقذه قبل ما يتم التخلص منه. وفي الوقت ده اصلا بتكون مديرة ارض الحظ اكتشفت الزر اللي اتحط مكان قرش الحظ بتاع بوب، وبيدوروا على اللي عمل كده علشان يعاقبوه وينفوه لارض الحظ السيء. وفعلا بيوصلوا للمكان اللي موجود فيه الارنب الآلي، والمكان ده بتكون منطقة الفاصلة بين ارض الحظ السيء وارض الحظ الجيد، وبتكون فيها المشي بالعكس، يعني اللي يمشي على الارض بيكون ماشي على السقف والعكس. لكن سام بتضغط على زرار الحظ السيء وبتسحب نفسها هناك. فبوب بيحاول انه يعرفها المنطقة الوسط اللي ما بينهم، فبتعرف توصل لبوب والحارس اللي بيعرفوها انهم لقوا الارنب الآلي، لكن بقى متنيل ووداه لمنطقة تنظيف القروش. فبوب وسام بيبقوا زعلانين انهم معرفوش يوصلوا للقروش، لكن بتيجي في دماغ سام خطة، وهي انها تاخد قطعة من الحظ السيء وتروح بيها للتنين على انها جنية منحوسة. فبوب بيكون رافض علشان كده في خطر عليها، وفعلا بتروح للتنين وبتحط قطعة الحظ السيء عند جزمتها. فبمجرد ما بتدخل لها بتشم ريحة الحظ السيء، فبتنضفها منه بكل سهولة، وكمان بتديها قرش الحظ وبتقول لها انها تستخدمه لمدة 4 شهور، وهتلاقي ان ما بقاش عندها حظ سيء خالص، وكمان بيتصاحبوا جدا. وبعد كده بتخرج من عند التنينة، فبتلاقي ان بوب اتقبض عليه بحجة ان هو اللي حط الزر بدل القرش. فبتزعل على بوب جدا وبتروح وراه لحد ما بتوصل للعربية بتاعته، وبتقول لهم انها لقت القرش بتاعه. وبوب بيتفاجئ جدا وبيبقى مش مصدق اللي حصل ده. فالكابتن بتقول لبوب انه يروح يغير الطوق وياخد طوق جديد بدل ده. فبوب بيبقى عايز يساعد سام لانه وثق فيها، فبتطلب سام من بوب انه يساعدها ويوقف مكنة الحظ لمدة ساعتين بس علشان هيزل تنضم البيت وعيلة، وبعد كده يشغلوه تاني. لكن بالغلط سام وبوب بيكسروا الانابيب وبينفجر الحظ السيء وبيملى المكان، وكل القروش الحظ بتتدمر، ومش بيبقى اي قرش غير القرش بتاع بوب، وبيطلع قرش وبيكون من الحظ السيء، وبيعترف ان هو كان من القطط الحظ السيء، وانه كان معاه قرش هو اللي كان مخليه ماشي بحظ كويس. وكمان سام بتعترف انها بشرية، وبتلاقي ان الاتصال ما بين العالم اللي هم فيه وارض البشر انقطع، وبكده سام مش هتعرف ترجع تاني للارض بتاعتها. وبتزعل سام جدا وبتعتذر لهم من اللي حصل ده، وبتقول لهم بس ان كان نفسها صديقتها هيزل تنضم الاسرة. وكمان بنلاقي ان كله بيجيب اللوم على بوب وان هو السبب، وبنلاقي سام زعلانة جدا وبتقول لهم ان حظها وحش، ومهما تجمع من الحظ الحلو هيفضل حظها وحش. لكن بوب بيحاول يهديها وبيقول لها انها مش وحشة للدرجة دي. وهم بيتكلموا بتفتكر انها شافت عند ارض الحظ السيء بقعة خضراء، ودي اكيد جزء من الحظ الجيد، فبكده ممكن نعرف نعمل بلورة
بلورة من الحظ الجيد تاني، ونعمل كمان بلورة من الحظ السيء ونشغل بيه الجهاز تاني. وفعلا بيروحوا للمكان ده وبيقابلوا وحش أرض الحظ السيء، وبيقدروا ياخدوا منه كمية الحظ الجيد اللي موجودة، وبيروحوا للحارس علشان هو اللي يقدر يقنع التنينة إنها تقبل منهم الكلام. وفعلا بيروحوا للتنينة وبتقدر إنها تعمل بلورات من الحظ الجيد والحظ السيء، لكن هي بتقدر إنها تعمل 2 من الحظ الجيد وتشغل بيه الجهاز وتلغي الحظ السيء تماما عن العالم. لكن سام بترفض وبتجري ورا بلورة الحظ السيء وبتقول لها إنه لازم يكون موجود عشان يحصل توازن، وإنها لولا ما كانتش قابلتها ولا قابلت بوب ولا كانت هتبقى هنا أصلا، وإنه لازم يكون موجود عشان التوازن يحصل. فالتنينة هنا بتقتنع وبيحطوا نص من الحظ السيء ونص من الحظ الجيد، والجهاز بيشتغل تاني وبيحصل تواصل تاني بالأرض. وبتشوف سام هيزل من شاشة وهي ماشية مع عيلة وبتفرح جدا، والتنينة بتروح لأرض الحظ السيء علشان تشكرهم إن هم أنقذوا العالم بتاعهم، وبيحصل ما بينهم تعاون وحياة مشتركة. وبترجع سام لشغلها تاني وبيكون القط بوب معاها على طول. ومن وقت للتاني بتاخد سام هيزل من العيلة بتاعتها وبتقضي معاها اليوم، وبكده سام بتكون حققت الحياة المثالية اللي هي عايزاها رغم وجود الحظ السيء في حياتها. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهاردة. لو وصلت معانا لغاية هنا يبقى أكيد الفيلم عجبك. ما تنساش بقى تشترك معانا في القناة علشان يوصلك كل الجديد اللي هننزله، وما تنساش اللايك والشير والكومنت وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش برضو تقول لنا عايز الفيلم الجاي يكون عن ايه. سلام.